انت النهارده مثلا تقدر تعد لي 10 براندات كانوا موجودين السنه اللي فاتت موجودين السنه دي؟ خليني ابدا بنصيحه عامه مم. مهمه قوي. الحياه ما فيهاش شورت كات. طبيعه الشغل بتاعتنا صعوبتها مم. انك انت بتتعامل كل يوم مع حاجات جديده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في التجربة. احنا النهاردة معانا ضيف شوية بيحب الاختفاء، ما بيحبش الظهور. ولكن لما تقرب منه اكتر بتحس ان انت تعرفه من يمكن 10 سنين فاتوا ولا حاجة. شخص دايما انا بقول عليه، يعني سواء في ظهره او قدامه، من اكتر الناس اللي بتعرف تخرج بره الصندوق بسرعة، وبتعرف تحل مشاكل العملاء اسرع مما تتخيل. فالنهارده معانا ومعاكو عبد الرحمن زكي. اهلا بيك يا عبد الرحمن. اهلا بك يا كبير. ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير حبيبي. انا اول حاجه حابب ان انا اشكرك على ان انت تكون معايا النهارده، وباذن الله تعالى تكون حلقه دسمه، بحيث ان الشباب اللي في بداية كاريرها او اللي لسه في الاندستري تستفاد بكل كلمة منك. والله انا اللي اتشرفت جدا بالدعوه الكريمه ديت. يا حبيبي انا يا عبد عارف احنا الرحمن. قعدنا فتره عشان نعرف كتير. نعمل دوت. كتير قوي. واشكرك جدا طبعا على المقدمه الجميله حبيبي دي، انت ربنا تستاهل يبارك كل فيك. خير والله يا عبد الرحمن، واكتر كمان والله، وربنا يكرمك يا حبيبي. خلينا كده نرجع ورا شوية، نرجع. وقول لي كده بدايتك في الاندستري او بدايتك بشكل عام كانت عاملة ازاي؟ بدايتنا في الاندستري بتاعتنا دي كانت تقريبا من 7 سنين. بسم الله ما شاء الله. وكانت وليدة الصدفة، مش يعني ما كان نفسي اقول لك مخططين لدوت. بس هو كان يعني في ضائقة مالية كبيرة، أزمة مالية كبيرة. كنت طالع من ريل استيت طبعا اوكي. الأرقام بتاعته ضخمة. كبيرة. مم. فده اللي خلاني بدأت مسوق عادي جدا. مم. ثم شوية بقت تاجر، بقت بس احنا نصنع المنتجات بتاعتنا مم. ونشتري احنا. مم. بعدين بقينا بنخزن بره. مم. وبعد كده دخلت الحتة بتاعة الأوبريشن. مم. وبعدين دخلنا بقى الحتة بتاعة المانجمنت، مم. والحمد لله النهاردة بقى في ميركادو الحمد لله. والاستشارات بقى. الحمد يعني ده كده لله. بشكل سريع. مم. المجال مش مخطط ليه يعني. فاهمك. طب بس انت اكيد قبل ميركادو كان في حاجات تانية، كشركات تانية او اي حاجة طبعا. لو انت حابب تذكر اسماء ماشي، مش حابب خلاص. لكن كان انا عن كل واحد فينا له جيرني. تمام. فانا عايز اعرف بداية الجيرني دي. تمام. جوه الاندستري بتاعت الاوبريشن بقى، يعني سيبنا بقى من الريل استيت وخلينا في الاوبريشن. آه، هي حتى دي غريبة لأن امم. أنا برضو لما دخلت الأوبريشن امم. برضو وليدة الصدفة. امم. آه، أنا وقتها كان عندي اكتئاب حاد. اه. ديبريشن. ديبريشن استر يا رب. اه. وكان في نصيحة من أستاذ عمرو سعد الله يبارك له يعني. هو إن أنا محتاج أتحرك. طبعا أنت فاهم فكرة إن أنت تبقى مسوق أفيليتور. امم. انت اغلب شغلك في البيت ما امم. بتتحركش كتير، فما كنتش بتحرك كتير، ما بحتكش كتير امم. مع شويه ازمات وكده. فكانت من اهم النصايح بتاعته ان انت لازم تتحرك. امم. وبالصدفه كنا في ميت اب معاه، وكان موجود امم. صديقي كريم تركي. كان لسه تقريبا بادئ شهبندر بقاله تقريبا 10 ايام اسبوعين حاجه كده. وبعدين اتقابلنا مع بعض في الميت اب كده بالصدفه. امم. وكانت بدايتي في الاوبريشن من شهبندر. اوكي. قعدت تقريبا فيها 10 شهور او سنه. امم. دي كانت البداية. فدي كانت امم. ودي من أهم المحطات اللي كانت في حياتي. امم. لأن احنا عملنا فيها كل حاجة بلا استثناء. امم. أنا وأستاذ كريم. بعد شهبندر على طول عملنا كيان. قعدت تقريبا فيها 6 شهور. اوكي. وحصل ظروف مش لطيفة وقتها وانفصلت عن الشركة. امم. وبدأت ميركادو كده. احنا إن شاء الله يعني بقالنا كده 3 سنين في الماركت يعني. طب كلمني بقى اكتر عن الميركاتو، بما انك بقالك 3 سنين في الحته دي، وبسم الله ما شاء الله واخدين ماركت شير كويس. عايز اعرف انتوا إيه اللي انتوا بتعملوه جوه، يعني إيه اللي بيحصل. طبعا انت انا عارف، بس ان انا حاببك انت تتكلم عن الحاجات دي. ويا ريت لو تقول لي على الحته بتاعه التيشيرتات وتبقى النبي، عشان دي حاجه مهمه قوي دي يعني. بص، اه. ميركادو هو فولفيلمنت سنتر. اوكي. مين العميل بتاعنا؟ هي مم. الناس اللي شغالة في القطاع التجارة الإلكترونية، مم. بقى مستورد او مصنع او ايا كان يعني. مم. احنا ميركادو بنلخصها في ايه؟
هي شريكك. مم. يعني احنا ما عندناش اوبشنز ثابته للناس. مم. انت النهارده بتيجي مم. وكل كلاينت وكل اندستري مختلف عن التانية، مم. فكل واحد عنده متطلبات مختلفة عن التاني، كل واحد عنده احتياجات مختلفة عن التاني، مم. عنده احلام مختلفة عن التاني. مم. احنا بنكستمايز الاوبريشن كله بتاعنا مم. بس ده على كل عميل. فكل انت بتحلم بايه، انت نفسك في ايه. مم. فدايما لما بنيجي نقعد مع حد احنا مش بنعمل ديل وبنمشي في الفن العاديه، لا احنا مم. بنقعد تعالى انت مين، بتعمل ايه، بتعمله ازاي، مم. طب انت عايز تروح لحد فين، طب ايه اللي بيوقفك، طب انت النهارده بتطلع كام اوردر، طب انت عشان تطلع اكس 2 و3 انت محتاج مم. ايه. فنبدا نشوف احنا نقدر نفت معاه لحد فين وازاي. مم. فهي ميركاتو اتبنت على هذا الاساس، مم. ان انت تقدر تكستمايز الاكن بالظبط. هي ميركاتو عندهاش غيرك انت كعميل، احنا ده مم. الكونسبت اللي احنا شغالين بيه. ماشي. وده اللي بفضل الله مخلي عندنا قاعده من العملاء ثابتين بقالهم، في ناس بقى 3 سنين من اول ما اشتغلنا، ناس بقالهم بسم الله ما سنتين، شاء الله. مم. فبياخدوا وقت طويل معانا مم. في الشغل، مم. والحمد لله بنقدر نعمل امباكت قوي جدا معاهم. مم. ويعني الحمد لله بنعمل بقى حاجات في النص كتير كيسز كده. فاللي هو مم. عندنا مثلا عميل عايز يشتغل، هو شغال مثلا مصنع ملابس مم. وبيورد مثلا لشريحه من العملاء عندنا، طب وعايز مم. يدخل الاندستري دي ان هو يبيع بشكل مباشر. مم. فعملنا له سوليوشن بسيط قوي، فكره ان انت توفر له مثلا مم. مكبس لطباعه التيشيرتات مثلا مم. عنده. هو النهارده ده سوليوشن بسيط جدا وعادي، احنا مش بنخترع الذره في الاخر. مم. زي ما قلت لك احنا بس بنقعد نشوف العميل محتاج ايه. فهو النهارده عشان لو ده مش موجود او الاوبشن ده مش موجود، هو هيكوست عليه رقم للنقل، ويكوست عليه رقم في الفرايتي اللي هو شغال بيها مم. كفلوس، مم. و... وياخد ريسك اعلى، ان هو مثلا بيطابع موديلات مم. معينه تصميمات معينه بسايز معينه بالوان معينه، مم. فبيخلي عليه ريسك عالي. مم. مجرد بس ان السوليوشن ده موجود ومتاح وان احنا نعمله دوت مم. آه، ستوك بستوك كده جوه المخزن، مم. ده وفر عليه فلوس كتير قوي مم. ان هو يقدر يدخل بيها. فلو المشروع مثلا متطلب 1,000,000 جنيه، لا احنا خليناهم نص مليون. لو بالظبط. هو الريسك بتاعه 2 اكس فاحنا مم. خليناه نص اكس، مم. بمجرد سوليوشن بسيط. مم. عميل مثلا عايز يشتغل في القهوة، تمام. والقهوة لازم تبقى فريش، مم. وهو عشان يريستوك كل يوم او كل يومين مثلا صعب. ده صعب. مم. فانك توفر له مثلا توفر له مطحنة بن، مم. هو عنده ده، مش انت اللي هتخترعها له، مم. بس هي انك انت ده يبقى متاح. مم. عميل مثلا عايز يشغل منتجات معينة مم. محتاجة تلاجة مثلا، مم. فانك توفر له دوت، او ان انت توفر امكانية حدوث ده عندك، فهو هيجيب مم. لك التلاجة انت مش هتجيبها. مم. بس فكرة ان انت تقدر تعمل دوت مم. تكستمايز ده تمام. يقيس بقى على كده حاجات كتير قوي. فانا مثلا ان انا النهارده عميل عندنا مم. بيقول ان هو ليه مكان، مم. فممكن بتيجي عمرة تستلم من المخزن نفسه. مم. فانا ما عندنا ترى ده هيفيدك مم. نقدر مثلا نطلع اوردر مستعجل جدا مثلا مع اوبر، فهروح اعمل ماشي. لك ده. ففي الاخر احنا مش انت بنقدم حاجه معينه. بتكستمايز السيرفيس بتاعتك بيزد اون الكلاينت، صح كده؟ اعتبر ان دول الموظفين شغالين مم. معاك انت مم. بس. مم. فانت الموظف، لو انت المخزن بتاعك ودول الموظفين مم. معاك، مم. انت هتقدر تعدل حاجات كتير قوي تتناسب مع طبيعه البيزنس بتاعك عشان يكسب. بالظبط. فده احنا بنعمله مم. حتى من اول بقى مكالمه التاكيد نفسها. احنا بنعمل يعني الكونفirmation كون نفسها اللي احنا مم. بنشتغل بيها. مم. انت عايز نكلم العميل اقول له ايه، مم. ازاي، تمام. عايز نكلمه كام مره، عايز لما تحصل مشكله ايه نعمل فيها ايه. طب هل انت بتاوت سورس الكلام ده ولا الكلام ده كله موجود عندك؟ كله ان هاوس. كله اون هاوس كله ان عندك في هاوس. المكان. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يعني خلينا باختصار شديد كده. يمكن انا بصراحه والله يمكن لما انت بره الهوا ومن زمان انت كنت حكيت لي على الحته دي لحد دلوقتي هي معلقه في دماغي، هي حته ان انت جبت للكلاينت عندك مكبس عشان خلاص يا عم انت بتروح تطبع بره وهاصل، وفي طبعا حاجات بتتكسر انا اللي خلاني انا بصيت لها من جانب تاني، انا بتاع مشاكل يعني، بحل المشاكل انت فاهم. ان انت خليتني ابص للموضوع، انت حليت له سوليوشن، انت عملت سوليوشن معين وفر على اليوزر حاجات كتير قوي. انت فاهم قصدي ايه؟ مظبوط. ككوسز وكحاجات برضو هوالك والقصه دي كلها. ففكره ان انت مش بس كفولفيلمنت سنتر بتقدم السولوشن بتاع الفولفيلمنت، لا انت كمان بتقدم سولوشن اخرى كاستمايز على الكلاينت اللي معاك. بالظبط. عبد الرحمن، في الفتره دي في كومبيتيشن، والكومبيتيشن دي موجوده دايما عند في كل ماركت وفي كل اندستري بشكل طبيعي. عام يعني. ايه اكتر حاجه او اللحظه اللي انت قلت فيها وبتيجي علينا كلنا يعني،
انا مش مكمل في الشغلانه دي، انا هروح اشوف لي اي حاجه تانية. تقريبا احنا بنصحى كل يوم الصبح نقول مش هنشتغل الشغلانه ديت. هي مش فكره المنافسه، يعني صراحه هي مم. المنافسه مم. عمرها ما ودتنا للحته دي، مم. لسبب لان مم. السوق بتاعنا كبير جدا، مم. ولو في 100 شركه زينا هيشتغلوا. مم. واحنا بس زي ما بقول لك احنا الاد فاليو بتاعتنا، حتى انت في مم. الاندستري بتاعتنا دي مفيش مم. كتير قوي حاجات تقدر تنافس بيها، عشان احنا كلنا مم. تقريبا شبه بعض، مم. بس كل واحد فينا بيبقى متميز في حته عن التاني. مم. فاحنا من اللي بيميزنا مثلا زي ما بقول مم. لك هي موضوع الكستمايزيشن مثلا. مم. ان هو دي مش حاجه سهله قوي كاداره الاوبريشن مم. انك تعملها. مم. انت لو عندك مثلا 20 30 عميل كل واحد بتشتغل معاه بشكل مختلف، مم. دي حاجه صعبه جدا في الاوبريشن. مم. وانك ازاي ترسم فلو دوت، والفلو ده مم. ممكن يتغير كل اسبوع، ممكن كل يومين عادي مم. جدا. وانت ازاي تكون تيم مم. ويتعلم كويس ويتدرب كويس، وازاي يبقى عندك كوادر تقدر تساعدك في دوت. مم. هو ده اللي بيميز ميركاتو لحد الان. مم. ففكره ان مثلا في منافسه تطلع مم. او تظهر او تبقى قويه فاهمك فاهمك. تبعدنا عن ده، مم. مم. لا. اه انا لان فاهمك زي ما اه. بقول لك ما شاء الله كل مم. واحد فينا بيقدم حاجات كويسه، مم. ولكن مم. السوق فعلا كبير جدا، احنا مم. مش هنقدر نلمه كلنا. فاهمك فاهمك. بس مفيش لحظات انت بعيدا عن الكومبيتيشن يعني، بس مم. انت مفيش لحظه معينه كده في حياتك قلت لا انا ده اللي هو بجد يعني، بعيدا عن برضه من 6 شهور الكومبيتيشن. تقريبا كان امم. عندنا يعني حصل مشكلة كبيرة امم. في شهر 6 اللي فات. امم. ووقتها خلاص أنا مش هكمل أنا مش هكمل في المجال ده تاني والسوق ده امم. تاني، وهطلع منه تماما بقى، مش حتى فولفيلمنت لأ. امم. أنا هطلع من السوق كله. امم. بس هي بتبقى لك لحظات كده، بس في امم. الآخر هو يعني ده مش جزء من السعي. انت ما عندكش رفاهية الانهيار، ما عندكش رفاهية انك تقعد. كلنا والله. اه امم. فانت لازم امم. لازم تتحرك امم. ولازم تكمل. امم. و... ولسه في كتير ربنا سبحانه وتعالى. امم. لو في مشكلة هنا فربنا سبحانه وتعالى امم. قدره دوت ليه حكمة، ربنا احنا لسه مش عارفينها. فلا انا مش هينفع استسلم ولازم نكمل. امم. والحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى امم. يعني اراد بينا الرحمة الحمد لله والمشكلة اتحلت. الحمد لله. حتى لو امم. اتحلتش بشكل كامل بس لسه واقفين على امم. رجلينا الحمد لله. ما فيش اي حد تأثر بأي حاجة، امم. ومحدش اصلا ادرك ان في مشكلة امم. بفضل الله. والحمد لله احنا لسه موجودين، والحمد لله ان الحمد شاء الله لله كمان. يعني يعني الحمد لله. ربنا اكرم ان كانت نهاية 2025 كانت نهاية جيدة جدا، عملنا فيها بسم الله ما تعاونات شاء الله. واستراتيجية محترمة. بسم وان الله شاء ما الله شاء الله. بداية السنة دي بإذن الله برضو كانت بدايتها خير. ان فان شاء شاء الله الله يعني باذن ايه الله. ميركادو السنة الرابعة عليها بإذن الله تبقى ان شاء الله نقلة تبقى كبيرة نقلة ان شاء نقلة الله خير ان يعني شاء بإذن الله الله. باذن الله تعالى. طيب عبد الرحمن، في حياة كل بني ادم منا، عارف انت اللي هي ايه، نو ريسك نو فان فن دي، اه اه. طبعا. ايه اكتر حاجة ممكن، او في ديسيشن معين كنت انت خدته وقلت يا رب يا رب يبقى يبقى فن مش حاجة تانية؟ على مستوى ميركادو ولا على مستوى لا على العام؟ لا على مستوى الجيرني بتاعتك بشكل عام يعني، مم. مش شرط ميركاتو يعني. انا كان يعني من ضمن احد محطاتي المهمه جدا في حياتي يعني. مم. هم 3 محطات، يعني كان الواحد في النص في حاجات كتير قوي، بس هم مم. 3 محطات مهمين. مم. كانت شهبندر لان دي كانت البدايه القويه، مم. وبريمزو. وكانت اول مره اتعلم يعني عارف انت ايه لما تبقى عندك بتتعلم حاجات كتير قوي وبتذاكر مم. كتير قوي، مم. بس مش كل اللي بتذاكره عندك المساحه انك تطبقه. بالظبط اه. فكانت بريمزو من اهم المحطات مم. اللي كان مفتوح لي من الاداره ان انا مم. اطبق كل اللي اتعلمته، مم. وانك تلاقي ناس كويسه وشاطره مم. وتقدر تتعلم منها وتستفيد منها. مم. وانضمامي ليهم ده كان ريسك بالنسبه لي، مم. لان وقتها انا ضحيت بدخل محترم تمام. وشغل محترم جدا قصاد مم. ان انا ادخل الكيان ده. مم. ولسه بقى احنا لسه بنستارت، فلسه مش عارفين اي حاجه، مم. في مقابل ان انت بزنس مستقر مم. وشركات مستقره وفلوس مستقره. تمام. وما ندمتش على هذا القرار حتى لو بسم ما الله ما كسبتش شاء منه مثلا زي الله. مم. غيره. بس انا عمري ما مم. ندمت عليه، ان هو اضاف ليا كتير كتير جدا. جدا. مم. ميركادو ان احنا يعني ان مثلا في برضه من الحاجات اللي الريسك قوي ان انت في ناس كوادر مهمه جدا في قرار انك تستغنى عنها، لان مم. وجودها هيسبب على اللونج تيرم مم. مشكله اكبر. مم. فده كان حاجه صعبه، لان انت عارف وانت بتعمل ده مم. الاستغناء دلوقتي ده هيدخلك في هاصل اكبر بكتير، مم. واعاده بناء وتدريب من تاني. بس فهمتك. هو ده القرار الصح. مم. فهو حتى لو دلوقتي هو مش هصحي حاجه او ليه تبعيات، مم. وغالبا القرار اللي فيه مخاطره هو ليه تبعيات، طبعا طبعا والا ما بيكون كانش يبقى في قرار قرار خطأ. فيه مخاطره يعني. فاهمك فاهمك اه. على مم. المستوى بقى الشخصي لا انا مم. يعني انا طبيعتي يعني انا مم. ريسك تيكر.
طبعا لحد ما اتجوزت وبعدين لحد ما خلفت فهو قل بتهدى شويه. بتقعد تهدى غصب عنك. وعشان دي حاجه كانت غريبه بالنسبه لي، يعني لو ما كنتش متخيل في يوم من الايام ان انا ابقى هذا الشخص. احس ان السن برضو له عامل كبير قوي والله. والله بحس احنا لسه جد، احنا 30 سنه فلسه لا والله بجد يعني. ولكن فعلا هو يعني انا مم. مؤمن دايما نو مم. ريسك مم. نو بروفيت، مم. نو ريسك نو فان. مم. بس المميز في الموضوع ان انت لازم وانت بتعمل ده، مم. انا هخسر فلوس بس لازم اتعلم قصادها حاجات. يعني مش بالظبط. هينفع تطلع من التجربه خسران كل حاجه. مم. فانا كان اسهل حاجه ممكن تخسرها هي كانت الفلوس. اه. بس كانت كل تجربه خسرت فيها اللي كانت فيها ريسك وخدت مم. قرار كانت فيها مشكله، فانت بتطلع مستفيد حاجات كتير قوي. فاهمك. طب ايه اكتر غلطة عملتها وحسيت ان هي دي ده ممكن تدمر كل حاجة، بس لا اللي عدت يعني، عارف انت اللي عدت بستر ربنا كده. ممكن الثقة. مم. يعني لما قررت في أحد الأوقات مع أحد مم. الأشخاص مم. أتنازل عن الكونسبت اللي احنا شغالين بيه بتاع الحوكمة مم. وتطلع بره النظام، مم. ده كان أصعب حاجة أنا خدتها في حياتي، وهي مم. عملت أكبر أزمة في الفترة الأخيرة. مم. فيعني لو راجع بيا الزمن تاني عمري ما ما تنازل تعمل عن حاجة زي كده. النظام والسيستم مم. اللي احنا حاطينه. خلاص هو اتحط مم. وهيبقى على كل الأشخاص بلا استثناء. مم. فده كان الاستثناء الوحيد اللي اتعمل، فاهمك. وهو كان أكبر اكبر. خازوق. لا لا يعني بس كويس يعني، عارف انت اللي هو يعني دايما احنا في الجيرني بتاعتنا وفي حياتنا بشكل عام، هو بيبقى في خطوات انت بتاخدها اكشلي هي مش انت مش عارف ان ده طبعا. ممكن تبعاته ايه. ولكن انا دايما مؤمن بحته السيستماتيك. طول ما في نظام، طول ما في اوبريشن شغال، طول ما في السايكل نفسها انت عارف كل حد في السايكل جوه بيعمل ايه. مظبوط. فاهم قصدي ايه؟ فهي دي الفكره كلها. طيب في بعض الاوقات يا عبد الرحمن انت في حياتك عامه وفي شغلك، وبسم الله ما شاء الله على يعني انت حد من البروفايلات الواحد يشوفها بيفتخر بيها الله والله يبارك العظيم لك يا رب. بجد يعني. بس خليني برضو ده بقى للشباب بشكل عام اللي بتسمعنا، ان احنا ان الدنيا مش وردي. طبعا. صح كده؟ طبعا. يعني طبعا. ان مفيش حاجه بتيجي بضغطة زرار. خالص. ف يعني ايه اكتر الحاجات في الحته بتاعت الاوبريشن دي كمشاكل كحجم حاصل انت كل يوم الصبح بتشوفه وبتواجهه. بص. ايوه. خدت نفس كده يبقى ايه. اه. طبيعة الشغل بتاعتنا صعوبتها مم. انك انت بتتعامل كل يوم مع حاجات جديدة، مم. منتجات جديدة، عملاء جديدة، اند يوزرز جداد، مم. شركات مختلفة. مم. انت النهاردة مثلا لو معاك 20 موظف ولا مم. 10 ولا 30 ولا 50، فانت تقدر تتعامل، انت بتتعامل مع 300 و500 و1000 و2000. انت مم. شركات الشحن دول كلهم في الاخر انت مسؤول عن مم. الاخر مندوب رايح يوصل للعميل، فانت بالظبط. بتتحاسب على ده. مم. الحاجة التانية ان انت جزء كبير جدا من الشغلانة هو مم. اوت اوف يور كنترول، يعني انت مش متحكم فيه. مم. فانت النهارده ده طبيعه الفولفيلمنت، مم. احنا عندنا عميل، العميل ده بيبيع منتج لعميل، مم. فانت بتحاسب على كله، العميل في الاخر بيبص على كل دول واحد. فانا النهارده الواجهه بتاعت جوده، وانا الواجهه بتاعت محمود، وانا الواجهه بتاعت محمد. فانت بالظبط. لازم اه. تعرف تتشكل في ده. مم. ومن مميزات وعيوب الشغلانه بتاعتنا ان انت بتخسر دلوقتي او تكسب دلوقتي، مم. فالغلطه فعلا بتكلفك فلوس. مم. مساعد طبعا احنا يعني على مدار ال3 سنين دولت بفضل الله احنا مم. بنينا اللي يخلي الدنيا كلها ماشيه، وكل واحد جوه التيم عارف مم. هو بيعمل ايه، ولما يحصل ايه يعمل ايه، ولما مشكله ايه يكلم مين. فبقى ده تمام. بس مم. انت بتصحى بقى كل يوم الصبح انت في حاجه جديده. مم. اول ما تدخل بس افتح الواتساب تلاقي كده ايه، حد عامل لك منشن، فهنا في مشكله. ومش شرط مشكله، ممكن يبقى طلب، الطلب ده لو ما عملتوش يخسر العميل. مم. طب لو عملته عادي يعني مش هيحصل حاجه، بس مم. لو عملته هيكسبه، مم. فتمام هعمل لك ده. ف... فانت بتصحى كل يوم بقى ايه اللي موجود، في مم. عملاء جديده، في عميل متضايق، في مشكله عند عميل هنا، في مشكله مع الشركه ديت. مم. فده اللي انت عايش فيه اغلب الوقت، حتى لو عامل سيستم قوي جدا وعامل حوكمه. مم. بس النهارده انت بتقدر تهند، فبتخش تهند ده على بنفسك طول على طول. بنفسك على طول. اه. فهو لا، هو مفيش حاجه، هي لو كانت سهله مم. ما كانش هيبقى عندنا احنا عملاء. يعني هي الموضوع سهل او مم. بسيط، ما مم. كانش هيبقى فيه اصلا المديول بتاع الفولفيلمنت ده مش مم. هيبقى موجود. مم. هو من احد اهم العملاء اللي بتجيلنا، هو عميل مش هيقدر هو يهند كل التفاصيل دي قوي. عايز ادخل في حته بعيده شويه يا عبد الرحمن والله، لسه يعني ما جتش بالي دلوقتي. طب ايه الفرق بينك
وبين ان انا جودة الشخص اللي عندي براند ملابس، انا ليه اللي يخليني اروح فولفيلمنت سنتر؟ طب ما اسس ده بنفسي، واجيب مخزن واجيب عمال واجيب كول سنتر واجيب واتعاقد مع شركات شحن كتير وحد يكون مثلا اي كوميرس مانجر اوبريشن او يوبريت القصه دي كلها. طيب السؤال ده دلوقتي ولا من 5 سنين؟ لا دلوقتي. طيب من 5 سنين كان ينفع مم. تعمل ده عادي. دلوقتي مم. الموضوع ان تكلفة الدخول للاي كوميرس مم. بقت اصعب ومكلفة اكبر بكتير من زمان. مم. انا بدايتي كانت 1500 جنيه. مم. النهارده انت عايز لك 20 30 الف جنيه عشان تبدا مسوق كده افلييتور عادي على منصات. اه. ده مينيمم رقم تبدا بيه يعني. مم. فتكلفة البناء كبيرة لو ما عندكش النو هاو. مم. لان هو الموضوع مش مجرد انت بيجي لك اوردر مم. فتغلفه مم. وتطلعه للشحن. مم. هو مش ده الاوبريشن. ما انا فاهم. ولا انا اكلم العميل فاكد بس البيانات بتاعته وفولو اب مم. مع مندوب. لا، الموضوع اكبر من كده بكتير. مم. وحتى اللي بيقدر يعمل ده هو يقدر يطلع 10 20. مم. فانت تقدر تتست الفكره مم. هنا. مم. تمام. بس مش هتعرف تسكيل. مم. طيب انا هعرف اسكيل واتعلمت النو هاو واستحملت المشاكل والخسائر اللي ممكن مم. تتحقق من ده مقابل ان انا ابني دوت عندي. مم. باي ذا واي از كونسلتنت احنا بنعمل ده للشركات. مم. بس هو الموضوع ان انت النهارده لسه بتست براند جديد فلسه ماشي. طالع جديد. مم. ففي اسباب كتيره او في انواع كتير للعملاء. في مم. عميل هو ما عندوش النو هاو فده خلاص عرفناه. مم. عندنا عميل تاني هو مش هيقدر يتحمل مصاريف ثابته، ايجار مخزن بتجهيزاته والمعدات اللي جواه بعمال. بالموظفين اللي يكونوا موجودين مم. معاك، سواء الفيزيكال اوبريشن اللي هم العمال اللي في المخزن او مم. النون فيزيكال اللي هم الكاستمر سيرفيس مم. والكونفirmation والفول اب والحاجات دي. مم. مش هتقدر تتحمل انت الاعباء الماديه ديت كل شهر وانت مم. لسه بتبتدي. فاهم. فبتروح تشتغل مع فولفيلمنت سنتر عشان مم. النهارده الاوردر اللي خرج للعميل بالفعل مم. هيكلفني، اللي ما خرجش مش هيكلفني. ماشي. فبدل مثلا ما بخسر اعلانات واخسر شحن مم. واخسر اوبريشن، لا انا في غنى عن كل دوت. مم. ف... فده جزء تاني من العملاء. في العملاء تاني هو طب. بيجي يخش معاكم مرحله لما بيجي بقى يروح للجروس الكبير مم. فبيروح ينقل بقى. نشتغل احنا نفسنا حتى في ميركادو مم. عندنا بيزنس موديل تاني غير المتعارف عليه. مم. احنا النهارده ممكن نشتغل معاك في المطبخ. مم. فبنتعامل معاك ان انت الان هاوس تيم بتاعي يعني. لان هاوس تيم بس انت بيبقى ليك السيستم بتاعك انت. احنا بنديك مم. سوفت وير وبنتعاقد لك مع شركات الشحن مم. وبنوفر لك محاسب وندربه لك مم. ونوفر لك سي اس دول بتوعك. مم. واحنا المخازن احنا اللي بنديرها والعمال مم. المخازن احنا اللي بنديرهم وبيكوستوا عليك بالاوردر برضو. فبقى في جزء من الاوبريشن عندك وجزء من الاوبريشن عندنا. الجزء اللي فيه الهصر الاكبر مم. هو موجود عندنا، ده اللي فيه المشاكل الاكتر، في الاخطاء الاكتر اللي بتحصل بره. فده احنا بنمسكه لك مقابل فيز اقل بكتير جدا من ان انت بتطلع بتتعاقد مع الشركه بشكل مباشر على طول بشركات الشحن بتاعتنا بالتيمز بتاعتنا. فبقى عندك كنترول اكتر على جزء وبقى احنا عندنا كنترول على جزء. مم. المرحله الثالثه اللي بعدها ان انت خلاص بقى انت هنا بقى تستيبل اكتر وعملت الجروس اللي انت عايزه. تبدا بقى ننقل اللي هو خلاص بيبقى كل حاجه ان هاوس، هو عارف الليميت بتاعه والحد الادنى هو بيطلع فوليوم قد ايه. مم. فاحنا بننقل بقى العميل حتى ان انت من اول ما تدخل بذره صغيره خالص لسه فاهمك. بتستارت مم. لحد ما تبقى كيان كبير. طب امتى اجي عندك وانت اروح اعمل الان هاوس تيم بتاعي؟ لو من الاول خالص لو انت بتبتدي والراس مالك بسيط ما هو ما بسيط ده اللي هو تعملش. ما هو انا خلي بالك، ما هو بسيط ده بالنسبه لي 5000 جنيه، بسيط ده بالنسبه لك 10 مليون جنيه. انت فاهم الكونسيبت تمام. عامل ازاي؟ اللي بيشتغل دلوقتي يعني هو اللي داخل دلوقتي مم. بقى هو عارف الارقام عامله ازاي. فكلمه بسيط دي بيزد على برضه انت بتشتغل في ايه. يعني مثلا مم. لو انت معاك 50,000 جنيه مم. وجيت بتقول لي هشتغل في الملابس، هقول لك ماشي. مستحيل، مم. مش هينفع. مم. طب لو هشتغل في الادوات المنزليه ينفع. يعني ينفع تبتدي 50,000 جنيه في الادوات المنزليه. اللي هم ابلاينسز ينفع فيها ال 50000 جنيه. اه بس انهي هم ابلاينسز؟ بس معلش عشان ما هو ده اللي حته بتاعت المطبخ مثلا، اه حته بتاعت الديكور البسيطه. اصل هم ابلاينسز، ما هو ده لو جيت قلت لك 50000 جنيه مثلا هيجيبوا لي 2 مايكرويف، فاهم انت؟ لا فاهم؟ مالناش دعوه بدي. اه دي بفيشه مالناش دعوه اي منتجات بفيشه مالناش دعوه بيها. احنا بنتكلم على الادوات المطبخ اوكي. والبيت والحاجات دي اللي هي الكوكس بتاعتها 300 و400 400 والحاجات جنيه. دي. ماشي. فينفع تبتدي. انت النهارده هتجيب مثلا كرتونه 2 3 من المستورد مم. خلصوا دور فلوسك تاني فتقدر تجيبهم تاني. فتروح الصبح تجيبهم بعد ساعه مم. يبقوا في المخزن بيطلعوا للشحن.
ماشي. الملابس مثلا لا، مثلا المنتجات دي ما فيهاش فاريانتس كتيره، مم. الملابس فيها فاريانتس كتيره. طبعا SKUs كتير فالملابس وأكيد. مثلا بتاخد وقت عشان تصنع وتطلع برودكت، مم. انما المنتجات مثلا دي بتعرف تجيبها على طول. مم. لو الالكترونيات مثلا السمارت ووتش، الايربودز، الحاجات مم. اللي هي اللوكال مش مم. البراندز، مم. فاللي هي الايربودز ب 300 400 500 جنيه، مم. فتعرف تعمل دوت مم. برضه. الحاجات اللي تعرف تلتقطها سريعا، مم. تعرف تشتغل فيها بارقام قليله، مم. مع اداره الكاش فلو. ده احنا مثلا مم. بنعمله عندنا برضه. مم. انت النهارده ممكن بنسرع حركه الفلوس بتاعتك، مم. فبنضاعف قيمه الراس مالك. يعني انت لو مثلا راس مالك 50000، مم. ازاي ندير الكاش فلو فيبقى راس مالك بتتعامل بيه يجيب لك مم. بضاعه ب 100000 و150 و200000 كمان، فاهم. حسب حجم شغلك مم. وقوه التسليمات بتاعتك. مم. فالجزء دوت انت بتبتدي لازم تفضل مع فول فيلمنت، هو احسن لك بكتير. مم. انت يا دوب تبقى قادر تركز هنا، مش هتعرف انت تجيب انت برضه في الاخر انت موظف واحد، معاك بنت كمان مثلا او مم. حاجه، فمش هتعرف تدير ده عندك بشكل قوي. مم. ولو عملت دوت فانت بتوزع طاقتك ومجهودك، انك انت تكلفه الفرصه البديله. انت مم. كان ممكن تقدر تسكيل وتجروس، بس انت مش هتقدر تعمل ده، مم. عشان انت بتطلع الاعلان وبتصور الكرييتيف مم. وبتكتب المحتوى وبتجهز في المخزن وبتتابع شركات الشحن وبتكونفيرم مع العملاء، فمستحيل تعرف تغطي كل ده. مم. وفي المقابل احنا بناخد جزء على اللي فيسز. بالفعل اللي مم. طالعه. مم. فانت اتحركت بالفعل، اشتغلت بالفعل، مم. احنا بنكسب معاك. طب لو انت الدنيا عندك في هولد، في مم. مشكله، احنا واقفين مش بناخد منك فيز على تخزين مم. او بناخد منك اي مصاريف ثابته. مم. امتى تروح بره؟ مم. لو انت النهارده بادئ من اول يوم معاك راس مال كبير مم. وداخل تعمل براند قوي، مم. ومحتاج تاسس كيان يسند دوت ويقوم مم. بيه، ومستعد تدفع في الاول مم. وتتحمل تكلفه البناء دوت، مم. فاكيد طبعا تبدا لوحدك بره هيكون افضل بكتير. مم. التيست ممكن تخليه مع فول فيلمنت وبعدين تعمل انتقال تدريجي. يعني ده اللي احنا بالظبط. بنعمل اه. انتقال تدريجي. يعني هو مم. بيطلع معانا بسيستمنا احنا في شركاتنا مم. احنا، مم. بعد شويه بننقله هو يبقى بسيستم بتاعه هو، مم. وجزء من التيم بقى مم. تحت ادارته هو، مم. وبعدين الجزء الثالث احنا بننقل كل حاجه في المؤسسه بتاعته. مم. فاحنا بنعمل ده سواء على المستوى الشخصي از كونسلتنت او حتى كميركادو نفسها، كويس. بنوفر له اللي يقدر يعمل فيه دوت يعني. كويس جدا. عبد الرحمن، حتى كده برضو يعني انا خدتك في حته بعيده شويه، بس هنرجع تاني اللي احنا بنتكلم فيه. آه، دايما في حياه كل واحد فينا في محطات وفي ابس اند داون وفي كل حاجه في الدنيا دي كلها، لان دي سنه الحياه، قد خلقنا الانسان في كبد. بس دايما عارف انت فكره ان انا في حياتي كلها بيبقى في شخص معين، الشخص ده له موقف عمري في حياتي ما انساه، والشخص ده أثر معايا بكلمة أو بموقف. أنا ما لو أنت حابب تذكر الشخص ماشي، يعني مش حابب مفيش مشكلة. ولكن هل الموقف ده بالنسبة لك كان إيه وإمتى وأثر معاك إزاي؟ مهني ولا شخصي؟ anyway اللي أنت بص حابه والله هو يعني. يعني في يعني زي ما البيزنس حتى فيه محطات، مم. فحتى البني ادمين في حياتك ليهم محطات مم. سواء سلبيه او ايجابيه يعني. مم. بس يعني خلينا ما نتعمدش نذكر السلبي، خلينا نذكر أهم إيجابي الايجابي طبعا. الاهم. مم. طبعا جنب والدي ووالدتي ربنا يخليهم لك يا رب، ودعمهم. ربنا بس يخليهم هو لك. في شخصين دول اهم اتنين يعني. مم. ووقفت حتى من وانا اصغر من كده بكتير يعني. مم. كانت زوجة والدي، دي من اهم مم. ده على عكس العاده طبعا، على عكس اه. الطبيعي بتاع المجتمع. مم. بس دي كانت من احد اهم الناس الداعمين في حياتي. بسم الله ما شاء الله، وكان بسم الله ليها ما شاء الله. مواقف، يعني بغض النظر ان هي طول الوقت مواقفها كويسه جدا، مم. بس هو كان في مواقف معينه قوي مم. اثرت في الكارير بتاعي المهني. يعني اللي هو مم. عارف انت ايه، في حاجه مهمه لو عرفت اعملها مم. هتفرق معايا. ودي مم. كانت بدايه الانطلاقه الحقيقيه مم. على الارض، من مجرد شخص بيتحرك عشان يتعلم، لشخص مم. بيبدا يتعلم يبني حاجه بشكل مؤسسي. فكانت هي احد اهم الداعمين. بسم الله ما شاء الله. والشخص الاخر هو خالي مم. عادل مناع. بسم الله ما شاء الله. مم. برضه هو من احد اهم الداعمين في حياتي برضه، ان كانت ليه مم. وقفات قويه اثرت برضه مم. على المستوى الشخصي وعلى مم. المستوى المهني بكتير. مم. فدول يمكن اهم الاشخاص. مم. بشكل بقى عام برضه في ناس كانت ليها محطات مهمه، منهم مم. مثلا شريكي الحالي نور، منهم كريم تركي في شهبندر. يعني بسم الله كان ما بداية شاء الله. تعرفي، مم. يعني اعرف كريم من قبل كده، بس كان تواجدنا مع بعض في شهبندر كانت مم. كانت محطة مهمة حتى هو على المستوى الشخصي يعني. دول يمكن اهم الناس. طبعا في بقى يعني مش عايز يعني هو في ناس فاهمك كتير فاهمك. قوي، بس مش عايز اذكر بس مم. يقول او مم. ينسى حد. مم. بس هو فعلا في اشخاص معينة هي ايه مم. بتاخد موضوع مطول معاك شوية، او مم. تبقى الموقف بتاعه ليه اثر كبير قوي يعني. طيب عبد الرحمن، احنا النهارده في 2026. تمام. انت لو رجع بيك الزمن اليوم اللي انت بدأت تشتغل فيه في الاندستري ودخلت فيه الاندستري،
هل كنت هتخش بنفس الطريقه اللي انت دخلت بيها، ولا لا في حاجات في اللعبه كانت ممكن تسهل لك امور؟ يعني بدل ما الخطوه كنت بتاخدها مثلا في 6 شهور، لا كنت ممكن تاخدها في شهر عادي. بص، سؤال مهم قوي. مم. اعتقد ان انا هدخل بنفس الطريقه، اوكي. بس طبعا مع مرور السنين دي كلها واكتساب الخبرات، مم. وانا ما كنتش مخطط ان انا هدخل الاوبريشن والمانجمنت وادخل شركه واثنين مم. وثلاثه، مم. وابدا اعمل شركه واثنين وثلاثه. مم. ففي كانت حاجات في النص اكيد لو كنت اعرفها، مم. لا مش هعملها يعني. هدخل مسوق، مم. بس هبقى مركز اكتر على نيتشز معينه، مم. اركز اكتر على برودكتس معينه. مم. ما اكسبش من 5 6 منتجات، في حين انت عندك منتج ممكن مم. تشتغل فيه بشكل قوي وتكسب منه ولسه ما خلصتهوش، لسه ما مم. جبتش اخره. مم. فدي كانت اهم يعني الحاجات ديت. دي كانت اهم مثلا الاخطاء اللي كانت عندنا. مم. برغم ما كنا بنكسب كويس، بس لا كانت ممكن تعمل لك نقله لو انت كنت مركز اكتر، مم. او لو كان في حد ممكن نعرف الواحد يرجع له مم. فيساله فيديله النصيحه. مم. فاعتقد هتفرق كتير قوي. جامد. فلا الدخول هيبقى اعتقد هو كمسوق، مم. مع الوقت بقى في الاعتبار كل الحاجات اللي احنا مرينا عليها بقى ديت. بسم الله ما شاء الله. طيب نصايحك للجيل اللي بدأ ان هو خلاص بدأ يشوف النور، بدأ ان هو مثلا يتحرك من الجامعة او ما بقى او شغال او وهو شغال في الجامعة، وهو حابب الحتة بتاعة الاوبريشنز وحابب الحتة بتاعة الفولفيلمنت نفسها. نصايحك ليه ايه ان هو لو حابب ان هو يكون سبيشالست اكتر في الحتة دي، ايه ممكن الجيرني اللي انت شايفها ان هو هتوفر عليه وقت وتخليه فعلا يكون ياخد الطريق بالمسار الصح؟ طيب خليني ابدا بنصيحه عامه مم. مهمه قوي. الحياه ما فيهاش شورت كات، ماشي. وكل الشورت كات اللي عملتها هي كانت سبب خسارتي. حلو. فدي اهم نصيحه، مم. سواء ايا كان بقى هتشتغل في ايه او مم. هتشتغل ايه. مم. مفيش شورت كات. الحاجه التانية مم. هي ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وان ليس للانسان الا إلا ما ما سعى، سعى وإن وان سعيه سعيه سوف يرى، ثم. ثم يجزاه الجزاء الاوفى. دي القاعده الاولى والاساسيه مم. اللي تحطها قدام عينيك. فمع مفيش شورت كات، فاي حد المفروض بقى فهم هو هيتعامل ازاي. ماشي. طب فانا النهارده لو هدخل المجال زي ده مم. مثلا من المجال بتاعنا، دي وجهة نظري الشخصيه يعني. مم. ما ينفعش تبقى فاهم اوبريشن بس. انت لازم تبقى فاهم اوبريشن، وفاهم سيلز، مم. وفاهم ماركتنج، وفاهم مشتريات. مم. لازم فاهم كل الاقسام، تبقى عندك خلفيه قويه عنها. مم. ده اللي بيساعدنا ان احنا نقدر نخدم العملاء بتوعنا بشكل قوي. فلما يبقى عنده مشكله في السبلاي تشين، مم. قادرين نساعده. مم. مش انا كعبد الرحمن، احنا بنتكلم كشركه، مم. لان هي شركه قائمه على اشخاص مهمين جدا شاطرين جدا ما شاء الله عليهم. مم. فلازم يعني لو هم كنا بننمي بقى فيهم ده طول الوقت، مم. يبقى هو فاهم فاينانس كويس، وفاهم مم. حسابات كويس، فاهم الاوبريشن اللي هي طبيعه شغله، مم. فاهم خدمه العملاء، فاهم سايكولوجي. مم. مش لازم يبقى خبير، بس هو عنده خلفيه عن ده. بتديله عنده النو هاو مقال بتاعت كل يقراه، حاجة. عنده كتاب صغير يقراه، مم. فيديو لطيف يقراه. مش مطلوب انك تكون متخصص في الحاجات دي، مم. بس لازم تبقى انت فاهم نفس اللغه بتاعت العميل. مم. عشان لما يقولك انا عندي مشكله فين تعرف تحلها. انت العميل بيجي عندك مشكله في الاوبريشن، هو متصور ان هي من عندك، هي مم. واقع الامر هي من عنده، بس هو مش عارف ده. مم. فانت لازم تفهمه ده. فانت لو ما عندكش خلفيه هو بيعمل ايه، وانت بتتاثر بايه كاوبريشن، احنا بنتاثر بايه مم. وبنأثر على ايه. مم. فبشوف ان اي حد يدخل في الحته دي هو لازم يبقى عنده خلفيه عامه مم. عن باقي الاقسام اللي هو حتى مش ريليتد بيها بشكل مباشر، هو مش بيتحكم فيه. فاهمك. فدي اهم نقطه. تمام. لو هو هيذاكر مثلا حاجه مم. معينه، مم. يعني من اهم الابواب او المداخل هو مم. السبلاي تشين، هو يذاكر السبلاي تشين بشكل كامل. مم. ده مدخل قوي جدا دي الحتة للسوق بتاعت. بتاعنا مم. دوت. مم. هيفيده في حاجات كتير قوي. مم. يليه بقى بعد كده بقى انه يتخصص بقى جوه الاوبريشن. الاوبريشن دي كلمه كبيره قوي، مم. طبعا ففيها طبعا. تفاصيل كتير قوي. مم. كل تفصيله منهم قصه كبيره بمنهج لوحدها. وجيرني طيب هو معينة. لو حد مم. داخل بقى هو مش عارف بالظبط ان هو عايز انهي حته جوه، مم. فهو هيقرا عن كل الاقسام اللي جوه، هياخد مم. خلفيه عنها كلها، مم. وهيلاقي نفسه عند حته معينه فيها. مم. هي دي الحته اللي هو حاسس ان هي قريبه منه وبتاع، فمحتاج بقى يذاكر فيها بشكل قوي جدا ويتدرب ويتعلم. النقطه التانية: مم. ما تستناش فلوس. حلو. يعني ما يعني. تجيش تيجي مم. تشتغل عايز تاخد اكس في الشهر. مم. اكس ده بياخده حد اكسبرت مثلا او حد سينيور مثلا، مم. انت لسه بتبتدي. فلا، روح مم. قدم. انت عايز تتعلم، وبيجي مم. ساعات بيجي لنا ناس كده: مم. انا عايز اتعلم. مم. وكل الناس الشاطرين جدا معانا مم. هم بدأوا معانا من الصفر، مم. من الزيرو حرفيا.
هو ما يعرفش اي حاجه عن المجال، بس هو عايز يعمل حاجه عايز تانية، مش عايز يتعلم. يتعلم حاجه. النهارده هم في اماكن قياديه مم. وقادرين يديروا ده بشكل كامل. مم. فلو بصيت على الفلوس بس، مم. في حاجه قصادها كتير قوي تخسرها. لو ركزت انك انت تتعلم، الجروس بتاعك هيبقى كبير قوي وسريع. حلو. فلوس حلو هتخليك جدا تاخد يعني. وقت طويل شويه عشان انت مهتم بالفلوس، فلو لقيت مم. حد يديها لك مم. هو مش هديك كتير قصادها. بالظبط. الناحيه التانيه على الصعيد الاخر، لا انت فلوس قليله، مم. هي في الاخر انت قيمه ساعتك بكام. مم. فكل ما اجتهدت وسعيت اكتر، اتعلمت اسرع، مم. هتبقى الساعه بتاعتك ليها قيمه اكبر بكتير يعني. مم. فما تخليش الفلوس هي السبب الاوحد اللي يحركك في البدايه. بعد شويه طبعا احنا كلنا بنبص على الفلوس وكلنا عايزين فلوس واحسن فلوس كمان، مم. بس في الاخر امتى ايه الامباكت اللي انت بتحطه مم. بتديه عشان في الاخر اديك الفلوس اللي انت عايزها دي. مم. فدي كانت برضه من اهم الحاجات اللي الواحد اتعلمها في فاهم. المسار بتاعه يعني. تمام. طيب لو بيزنس اونر بقى او صاحب لوكال براند، وهو زي ما احنا كنا بنتكلم، امتى يروح فولفيلمنت سنتر وامتى يروح يبقى عنده الان هاوس تيم. ولكن في حاجات تانية ممكن انت تبقى انت شايف ان لو البيزنس اونر ركز على الحاجات دي مش بس كفولفيلمنت، هتفرق معاه جدا يعني في الجيرني بتاعت البراند بتاعته. ايه هي الحاجات اللي انت ممكن بص، تنصح بيها؟ الفولفيلمنت سنتر هي مم. مش احسن مكان تقدر تقوم عليه البراند بشكل كامل. حلو. حلو. لازم على الاقل مم. يبقى فيه جزء مم. انت عندك كنترول عليه، لان مم. السيستم الافليتس، سيستم الفولفيلمنت مم. مهما كان شاطر وقوي جدا، مم. الى الان لحد دلوقتي يعني على الاقل، مم. هو مش هيقدر يفت 100% على البيزنس بتاعك، حلو ومش جدا. هيقدر يخدم على كل العملاء زي مم. بعض. مم. فانت عند مرحله البراند بتاعك او مم. احتياجاتك انت مم. هو مش عارف يوفيها. ماشي. فعشان كده حتى لما كنت بقول لك ان احنا بننقل العميل بتاعنا تدريجي، مم. احنا كنا بنديله الجزء النون فيزيكال، مم. التيم بتاع خدمه العملاء. مم. لان في مثلا حد شغال فولفيلمنت، هو خدمه ما بعد البيع هي مش هتفرق كتير قوي بالنسبه له. مم. طبيعه السوق بتاعه مثلا ما فيهوش ريتنشن قوي مثلا، مم. فانا النهارده مش بقدم دوت، بس احنا بننقله ده لما بيكون عنده احتياج ليه، مم. فبيبدا من الحته دي. في براندز تانية لا، هي دي اهم نقطة فيها، طبعا انت استاذ في الحتة دي ربنا وعارف ده. يبارك فيك. فانت ده مهم جدا بالنسبة له، ان مم. هو زي مثلا الكوزماتكس مثلا مم. الريتنشن فيها عالي جدا. جدا احنا مثلا جدا. عندنا عملاء 60% من العملاء بالظبط بتوعها طبعا. هم عملاء سابقين طبعا اصلا. طبعا. فزي دوت، لا ده احنا مثلا احنا وفرنا له مم. بنت مخصوص ليه، مم. واحنا بنت احنا بنكوست الفلوس بتاعتها، مم. بس هي مش ما بتشتغلش مع اي عميل تاني، ان هي ما بتعملش اي مم. كور غير للبراند ده. عشان تهتم بالريتنشن. بالظبط كده. مم. طبعا مش كل هو مم. حجمه مثلا، حجم البيزنس بتاعه يقدر يخلينا نعمله دوت. مم. هو عند المرحله دي هو ساتسفايد جدا معانا ومش عايز ينقل. مم. في عملاء تاني لا، نقلنا معاهم دوت مم. وخدوا الفيزيكال اوبريشن عندهم، انهم فيزيكال عندهم، مم. واحنا شلنا الفيزيكال اوبريشن. مم. ففي الاخر برضه هو ما فيش قاعده ثابته بتقول مين يروح امتى فين. مم. انا بس في الاخر ايه، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فشوف، بالظبط. شوف حد كويس، استشاري كويس شاطر في مم. الحته دي، مم. وعنده ضمير، وروح اساله. مم. انا في الكيس بتاعتي دي، لان احنا ممكن الاثنين شبه بعض في حاجات مم. كتير قوي، مم. ممكن في نفس الاندستري، فانت ينفعك فولفيلمنت، انا ما مم. ينفعنيش فولفيلمنت. مم. وحتى الفولفيلمنت اصلا هو انواع كتيره يعني، فانت النهارده محتاج بس لو تعرف انا احتياجاتي ايه. فانا لسه مثلا بنقعد مع اي حد، هو انت عايز ايه، واللي انت عايزه ده احنا فعلا نقدر نقدمه لك، ولا انت محتاج حد احسن مننا، مم. ولا محتاج حد لا يقدم خدمات اقل. مم. كل ده بيفرق في الكوست، فهيروح يقدم لك خدمات اكتر، الكوست بتاعه اعلى. فهي في الاخر الحسبه بتاعتها مختلفه. في ناس لا، هو ما ينفعش غير لازم يعمله عنده، لان مهما كانت التكلفه حتى لو عاليه في الاول، فهو ارخص من الفولفيلمنت. هو داخل حجمه كبير، هو داخل حد بيبني بيزنس قوي ببراندز قويه وبادجت او راس المال بتاعه كبير، فلا ياسس من اول يوم طبعا فولفيلمنت عنده احسن، ويستعين بحد استشاري يوفر عليه الوقت والمجهود اللي ممكن يخسرها في النص، هيسهل له كتير قوي. طيب ايه تاني غير ان انا انقل او ما انقلش؟ ايه تاني كنصايح لللوكال براندز والبيزنس اونر في الحته دي؟ اهتموا بخدمه العملاء، مم. اهتموا بيها جدا. مم. دي اهم نقطة بتفرق في مكسب حد وحد تاني لا، مم. او بتكسب جنيه او 2 جنيه. مم. دي يعني من واقع بقى شغلنا يعني. مم. النقطة التانية، اهتم بالموظفين اللي معاك، مم. ما تتنازلش عنهم بسهولة، مم. استثمر فيهم. النقطة التالتة، ابعد عن الكونسبت بتاع السبوبة، ان دي من اهم المشاكل اللي احنا بنشوفها. الهيت اند ران يعني تقصد؟ ما هو هيت اند ران ليها يعني تعريف ما هو كتيرة. انا اصلا ان انا اسيب الجدل في الحته دي يعني ليها تعريف كتيرة. هيت اند مم. ران مش حاجة سيئة لو اتعملت بالمعايير الصح.
ما اسمع. المعايير الصح بتاعتها اللي هو يعني انا تتقي انا الله. انا, أنا اكلمك عن تجربه يعني. اتفضل. في الحته الهيت اند ران دي في امريكا. ويمكن الناس، انا اسف لو هتكلم بس فيها لا دقيقتين لا يعني طبعا مش هتبقى اتفضل. كل حاجه. في امريكا الهيت اند ران، انت عارف ان هم بيهتموا بالال تي في اكتر من اي حاجه تانية. تمام. انت هنا في مصر في براندات وميجا براند ما بتهتمش بالال تي في عشان اصلا. كده بقول لك الهيت اند ران المصطلح بقى ده. فهي دي بالظبط. انت النهارده قلت مم. اختصرت كتير قوي مثلا مم. في امريكا انا قصد مثلا. ان انا اسالك سؤال، انا اه. قصد ان انا اقولها لك اساسا. اه. بص انا كنت مم. حتى عامل بوست كده مم. في مره عن مم. السبوبه مم. والسبوبه النظيفه والبزنس. اه. فالهيت اند ران في مم. ناس هي شركات ظاهرين هي براندز، مم. بس هي مش بتهتم بالعميل ولا بتهتم بخدمه ما بعد البيع، مم. ولا في سياسات الاستبدال والاسترجاع ولا العميل نفسه ولا مم. مشاكله ولا الحاجات دي. مم. فهو بيلعب ان هو بس عايز فلوس كتيره وخلاص. مم. في ناس بتقول الهيت اند ران ان ده مم. المنتج الترندي، ان مم. هو هيت اند ران. ففي الاخر ايا كان انت عايز تسميه ايه او تعرفه اللي هو عامل ازاي، بالظبط. فانت اتقي الله و... واهتم بالعميل بتاعك. مم. اهتم بالمشكله اللي عندك، عنده مشكله في المنتج بتاعه مم. بدله له، عنده مشكله اعمل له استرجاع عادي جدا. مم. كلم العميل بعد شويه، مم. اعرف منه فيدباك بتاعه بعد استخدامه للمنتج مم. بتاعك عامل ازاي، خد منه ملحوظات. مم. آه، هنا هتكسب، هنا اللي هتفرق، مم. هنا انت هتعيش، هنا هتكسب فلوس كتيره مش سريعه. مم. فالهيت اند ران اللي بيعمل عكس دول بقى. ف... فايا كان تاني هتسميه ايه، مم. اهتم بالحاجات دي. فاهتم بخدمه العملاء بشكل قوي جدا، اهتم ماشي. بالعميل بتاعك، اهتم ماشي. بالموظف اللي بيعمل ده بالفعل، مم. ضربه بشكل كافي. الحاجه التانية اللي كنا بنتكلم فيها من شويه فكره يعني خلي في نظام اداره. ماشي. اغلب الشركات اللي دخلتها كاستشاري الفتره الاخيره مم. هو كبزنس اقوياء جدا، بس مم. هو مفيش حوكمه. محدش عارف مين بيكلم مين، مين لما يحصل ايه يروح مم. لفين. الموظف بيجي هو مش عارف هو بيتكافئ امتى ولا بتخصم له امتى، ولا هياخد بونص ولا مش هياخد، طب هياخد قد ايه، طب بناء على ايه. في مم. بقى خلافات، دي بتشتغل اكتر مني، ده بياخد احسن مني، ده مم. بيترقى جه بعدي وانا توترقى قبلي. كلها اغلبها 90% منها مشاكل اداريه، فاهم. عشان الناس بتركز قوي على المنتج وعلى البراند وعلى مم. الماركتينج وبتنسى الحته دي الحته. او مم. بتاجلها. يعني اخر حاجه كانت مع عميل، هو مم. لما بس نتحرك ونشتغل ونكسب مم. ونقف على حيلنا مم. نبقى نعمل ده كله. مم. انت اصلا مش هتعمل ده غير لما تعمل ده. فاهم. ولو حصل فهو مم. حظ جيد، توفيق مم. من الله، بس مش ده الاساس اللي انت هتكمل عليه. وفي الغالب الناس بتنسى تهتم بده، ففي مم. الاخر التيم القوي اللي بدأ بيه هو مبقاش موجود اصلا، مم. ان هو فاهمك. مش هيستحمل ان يبقى مم. فيه عشوائيه مكمله معانا. ففي مم. الاول عارف انت حتى ما عندوش كونسبت العشوائيه المنظمه حتى، لا هو ما في الموضوع ما فيش خالص. مفيش دي خالص. كانت دي فعلا دي مم. اكتر مم. حاجه مم. قابلتنا في مم. الشركات. مم. وسلام بقى لو في شركاء في الموضوع، يعني يا فالموضوع نهار بيبقى ابيض ده. اصعب. فاللي هو نقعد مثلا مم. نسال اسئله بديهيه، مم. فبتلاقي كل واحد عنده فيجن مختلفه تماما عن التاني، مم. كل واحد عنده اهداف مختلفه تماما عن التاني. مم. طب سيناريوهات الخروج ما محدش فيش بيكتبها اصلا دي الكلام دلوقتي يعني دوت. ما. فحضرنا خلافات كتيره ومشاكل كتيره لو مم. كانت اتكتبت بس على ورق. على فكره الناس كويسه جدا مم. وامينه جدا وعارفه بس ربنا بشكل الاكزit قوي. نفسه احنا مش عارفين احنا هنخرج امتى هو او في هنخرج الاخر ازاي. هم مختلفين، كل مم. واحد بيقول لك والله كذا والله مم. كذا، مم. وهو هما الاثنين صادقين. بس هو في مم. حد طرف نسى مم. الاتفاق مم. عشان ما اتكتبش مثلا يعني. فاهمك. فدي برضو من يعني هنرجع برضو ده في الاخر هو مم. يندرج تحت النظام الاداري والحوكمه الصح للشركه يعني. مم. دي اهم يعني دي اهم كمان نصيحه لو اي حد اونر في بيعمل بيزنس مم. يبقى مهتم بيها. لو بتعمل بيزنس مم. ب 10000 جنيه انت وصاحبك، لازما ولو انت عامل لازما. بيزنس ب مم. 10 مليون جنيه مم. وفي مجلس اداره ومجموعه مساهمين، مم. ينطبق ده على ده بالظبط. الاختلاف مم. بس حجم الحاجه اللي احنا البيزنس، حجم بنعملها. البيزنس اه نفسه عامل ازاي. فحجم ترتيباته بس مختلفه. هنا مم. مم. الشارت بتاعتي او التنظيم بتاعي مم. في 100 موظف، هنا في 3 يعني، بس في الاخر الاثنين موجودين بالظبط بس. بالظبط. طيب لو في بقى نصيحة أخيرة مش الشركات بقى، إن إحنا عايزين نصيحة لللوكال براند اللي هم مثلا الفوليوم بتاعهم فوق 5000 اوردر بير مانث. الناس دي خلي بالك كتير جدا في أرض طبعا الواقع، وبقوا كتير قوي في مصر، طبعا وشباب زي الفل. يمكن جين زي كمان خلاص خلينا عجزنا. بس دايما بيبقى عارف انت، بتبقى السوشيال ميديا بتاعتهم جامده، بتبقى ايه السوشيال ميديا بتاعتهم جامده، مظبوط. والبرودكت نفسه جامد. انت فاهم، انا ما بتكلمش على براند بعينه، انا بتكلم على الارض الواقع اللي انا شفته يعني. انت فاهم، بس دايما بيبقى عندهم مشكله في الاوبريشن. يعني دايما عندهم مشكله في الاوبريشن.
سواء فولفيلمنت او سواء ان هاوس. فلو في نصيحه حابب توجهها للشباب دي اللي عندها لوكال براند وعندهم مشكله في الاوبريشن، زي ما قلت لك، سواء ان هاوس او فولفيلمنت سنتر. هقول لك ملحوظه غريبه، او مش ملحوظه غريبه، هقول لك نصيحه غريبه. هو اشتغل جوه الصندوق. تمام. طب يعني ايه ده؟ انت النهارده مثلا تقدر تعد لي 10 براندات كانوا موجودين السنه اللي فاتت موجودين السنه دي؟ لا. هم بيشتغلوا زي ما انت قلت، هم بيشتغلوا بشكل قوي جدا وبينتشروا بسرعه جدا بالظبط. وبيكبروا، عاملين سوشيال ميديا اكونتس رهيبه، عاملين ادز كويسه جدا. طب هم ايه اللي يقولوا وقع منهم؟ وقع منهم التنظيم، الترتيب. وهو فكره، عارف انت في ترند طلع فيلا يلا نشتغل ده، عملنا فيديو ضرب فيلا نركز على ده، فهو فوكس في الاخر على المنتج بس. طب كل اللي حوالين المنتج لا. فيا اما عنده مشاكل في السبلاي تشين بتقع منه فهو مش عارف يريستوك، وعشان يريستوك بيريستوك بشكل غالي جدا عشان هو ما اهتمش يبص على التفاصيل بتاعت السبلاي تشين بتاعته. الجزء الثاني هو اعتمد على جوده نجح، فانت بتتعامل مع مين؟ بتتعامل مع اكس فيروح يتعامل مع اكس. طب انت زي جوده؟ لا. امكانياتك زيه؟ لا. نفس منتجك زيه؟ لا. طب انت بناء عليه رحت هنا؟ عايز اقلل فلا وخلاص. خلاص، هو ده نجح، فهو اللي نجح معايا مش لازم ينجح مع غيري. مم. فدي مشكله. الحاجه التانية، هو ما اهتمش ماركتنج، هو ما اشتغلش ماركتنج، هو اشتغل بروموشن. طبعا انت اكيد طبعا فاهم ده بشكل قوي، فهمت. بس دي وجهه نظري الشخصيه في الموضوع. هو الماركتنج اكبر بكتير قوي دي من حلقه هو ما لوحدها، اشتغلوش حلقه ماركتنج. لوحدها يا عبد الرحمن بجد دي. فلو هنصحه نصيحه فعلا، انت عندك هنا ازمه. هي يعني البيزنس هو اساسه، او عشان نقول كلمه بيزنس لازم قصادها استمراريه. فان هو ده انا طلعت دي كده، دي سبوبه صفقه، لكن مش هينفع اقول عليها ده بيزنس وده براند مكمل معانا. حتى مفهوم كلمه براند اصلا يعني تعريفه عند الناس بقى مختلف كتير قوي يعني. طبعا ف طبعا. لو احنا اصلا بس فهمنا فعلا في كلمه براند. كلمه براند يعني ايه وتبعياتها وما تحتها، يعني ايه براند بوزيشننج؟ ما حدش بقى هيطلع اصلا. يعني كل اللي احنا بنشوفه ده مش هيكون موجود اساسا. طبعا طبعا طبعا. على حتى لما يتوجد هيبقى بياد فاليو وبيعمل حاجه حقيقيه مكمله، مش مجرد ترند بس وخلاص. وطبعا بقى قصاد ده الاوبريشن بقى يعني نفسه بقى في النص. هو برضو الناس بتتعامل مع الاوبريشن هو حاجه سنويه، وعلى عكس الحقيقي للاسف. فاللي هو مجرد بس شركه الشحن هتيجي تاخد اوردرات وانا اصور، هو مش بيهتم بالاوبريشن، هو بيهتم ان هو يصور نفسه وهو بيجهز الاوردر ويطلع بيه وبتاع، واحنا بنعمل ايه وطلعنا قد ايه. مش مهتم بالتفاصيل اللي في النص. وفي ناس تانية هي فاهمه ان الفولفيلمنت سنترز هي تاكل من ارباحها او تاكل من فلوسها. بالعكس هي بتحميك وتخليك تعرف تسكيل بشكل مريح. ثانيه واحده فهمني دي بقى معلش. يعني انا النهارده مثلا باخد منك فيز على كل اوردر بطلعه، فانا مثلا بطلع 3000 شحنه وانت بتاخد مني جنيه، فتاخد مني 3000 جنيه، في حين ان انا دول عملتهم عندي يكلفوني 2000 جنيه. هم هيكلفوك 2000 جنيه بس الفولفيلمنت هيخليك تعرف تسكيل، هيخليك تعرف تركز اكتر في بس انت البرودكت شغال معايا والماركتنج. ومع غيري. نعم. شغال معايا ومع غيري. ايوه. لا هو النهارده دوت هو انت مش هتركز معايا انا بس. هينقل شغله من هنا من عنده ان هاوس ويروح يوديه الفولفيلمنت سنتر. مم. فهو النهارده عمل ايه؟ بقى مركز في المنتج بتاعه وتطويره وتحسينه ومركز في الماركتنج. مش هيبقى شاغل باله بحاجات كتير قوي في النص بتاخد من وقته ومجهوده وطاقته وفلوسه. ماشي. ما انا احنا بنوفر عليك كتير برضه. انا بكلمك بلسانه. تمام. انت فاهم قصدي ايه؟ ما هو انا انت دلوقتي بتاخد مني 3000 جنيه. تمام. انا لو عملتها عندي في الان هاوس بتاعي هيبقى ب 2000 جنيه. تمام. وهسكيل بقى واكبر يا معلم وهعيش حياتي. هنا بقى مش هيعرف يكبر بقى. ليه بقى؟ لان هو ما عندوش النو هاو اصلا بتاعت الموضوع، هو عنده مشكله اساسا هنا. صح. فاهم قصدي؟ يعني هو النهارده عارف يطلع الاوردر واثنين، صح. فمشاكلهم بسيطه، لكن لما يطلع 500 طب عادي، ما ممكن تظهر مشاكل جديده. اجيب لي كوميرشال مانجر. نعم. اجيب لي كوميرشال مانجر. حلو. دي بقى المشكله الثانيه، مم. انت الشهر ده مطلع 5000 ودفعت ثمن المرتب هذا الشخص الجميل اللي حل لك المشكله بالفعل. طب لما تطلع 1000، طب لما السيزون يعمل داون، طب لما يبقى عندك مشكله. ما هنا دي النقطه، احنا بننصح امتى؟ لما تبقى انت الحد الادنى عندك يخليك تقدر تتحمل فيكسد كوست دي عادي. طول ما انت لسه اب اند داون، لسه في البدايه، فالافضل ليك فولفيلمنت سنتر ان هو بيحاسبك على الشغل الحقيقي اللي تم بالفعل، مش بناء على الفوركاست بتاعي. فهمتك. بس فهمت. عبد الرحمن، عايز افاجئك بحاجه. احنا حلقتنا خلصت والله يعني ما اعرفش ازاي الوقت عدى. انا
بصراحه القعده والله معاك صراحه يعني على المستوى الشخصي حتى، والله حتى بعيد عن ربنا عن يبارك فيك، البودكاست نفسه، ربنا القعده معاك جميله. ربنا يبارك فيك يا عبد وانا الرحمن اتشرفت ان والله. انا اعرف بعض من سنين، بس اول مره اكيد اتقابل طبعا، من فتره شرف ليا. مش قريبه قوي يعني ومش بعيده. والله شرف ليا بس يا عبد فعلا الرحمن. يعني والتاني وثالث مره القعده معاك بتعدي بسرعه يعني. ربنا يبارك فيك يا حبيبي، والله والله من امتع الحلقات. انت شخص على طبيعتك جدا جدا الله جدا، يبارك لك يا رب. وبجد يعني ربنا يعلم انا بحبك في الله والله. يا حبيبي والله اللي حبتني فيه يعني، والله آه، ربنا و- يعلم برضو معزتك عندي عامله ازاي من اول مره رب اتشرفت وقابلتك فيها ربنا يعني. يبيك، ربنا يبارك فيك يا حبيبي، والله ده شرف ليا والله العظيم يا عبد الرحمن. وخلينا تبقى في بقى ايه سيزون 2 يلا بينا. في جزء تاني ان شاء الله يلا بينا. باذن الله. شكرا لك يا عبد الرحمن، وشكرا لكلامك الجميل، ومبسوط ان انت كنت معايا النهارده، حبيبي وربنا شرفت ينفع بيك خالص. ربنا ينفع بيك دايما يا حبيبي، يا رب اللهم امين يا يا رب رب. العالمين. شكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.